السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عاود الملف ديال ما يسمى بالسلفية الجهادية ما زال ما بغاش يتسد، و يعني خروقات حقوق الإنسان غادية وكتصاعد في الحبسات المغربية. الحمد لله أنه حقوقيا مغاربة قدروا يوصلوها لواحد صعيد عالمي. وصلناها لأمنستي انترناسيونال اللي سميتو المنظمة العالمية ضد التعذيب، والهيومن رايتس واتش، ويعني أندلس بريس كتبت عليها، وترسلت لجميع القنوات. يعني حتى اللي ما هضرش عليها راه في راسو اشنو وقع في المغرب. واحد الحاجه، احنا تيضرنا اننا نهضروا على هادشي، مش حنايا باغيين نفضحوا بلادنا على داكشي اللي كدير. بالعكس، احنا باغيين نقولوا الحق، ولا بغينا نقولوا الحق بغينا نقولوا شي حاجه اللي كتشرف، شي حاجه اللي كتعجب. ولكن مع الاسف اللي كنشوفوا قدامنا كلشي اللي كنشوفوا قدامنا ما كيزيد غير كيمرض في القلب وكيخلي الواحد القلب ديالو كيتقطع. اول حاجه غادي نبداو بها هي تقرير على الاوضاع ديال السجناء ديال الحبس ديال بوركايز في فاس، لان الناس اللي كانوا جاو من حبس سلا تفرقوا على حبس ديال مكناس، حبس تولال، وعلى حبس ديال فاس بوركايز. يعني الخروقات كاينين على بزاف ديال المستويات، وهذا بيان من منتدى الكرامه لحقوق الانسان. اول حاجه هي التواصل، ما تيخليو لا المحاميين، يعني المدير الجديد ديالهم ما يلا هذا تقريبا جا واحد 6 شهور هادي جاي زعما سميتو جمال الدين بالغازي. سي جمال الدين بالغازي هادي 6 شهور باش ولا يعني مدير ديال هذاك السجن، وزعما باغي يبين باللي هو راه عارف راسو شنو كيدير. كيرفض استقبال اي معتقل سياسي، كيستقبل دوك الناس ديال لا دروغ والناس ديال التهم الاخرين. ما كيستقبلش المحامين، ما كيستقبلش الحقوقيين، ما كيستقبلش يعني الناس اللي عندهم شكايات ما كيستقبلهمش. يعني حتى الموظفين اللي خدامين يعني بالاحياء اللي كاينين في الحبس ديالو تيشكيو بنفس الشيء، يعني ما كاينش التواصل. السيد يعني مانع عليهم كل شيء. اللي اصر كيصيفط ليه الجلاد. الحاجه الثانيه هي ما كيخليوهمش يمارسوا الشعائر ديالهم الدينيه. لاول مره في تاريخ المغرب كنلقاو سجناء ما من حقهمش انهم يصليو صلاه العيد. من اول مره من صلاه العيد انهم ما يصليوهاش نهار العيد اللي انا وانت وهو وهي وكل شي الناس كانوا فرحانين ولابسين حوايج جداد ومخرجين وليداتنا وغادي نصليو في المصلى ايتترا. كاين الناس في الحبس اللي ما من حقهمش حتى انهم يصليو. هذه فكروا فيها واحد شويه. يعني واحد من المعتقلين جرأ انه يصلي باللي معاه شويه اللي معاه في الحي صلاه العيد. عيطوا له للاداره من اجل التحقيق والمساءله بواحد الطريقه اللي هي مهينه. ما كاينش واحد يعني اليقين واش انه تضرب ولا لا، ولكن انه تهان بكل يعني انواع الاهانه. لاول مره عاوتاني ما خلاوهمش، لاول مره في تاريخ المغرب ما خلاوش العائلات انهم يجيو ويشوفوا يعني المسجونين العائلات ديالهم. هما هذا السجن هذا كاين بفاس. العائلات جايين من جديدة، من أسفي، من طنجة، من تطوان، من وجدة، من مدن المغرب كاملة. اوكي، وجايين حتى لفاس بوليداتهم، مع ان احنا كنعرفوا يعني المصاريف كبيرة بزاف. بالاخص انه يعني الاباء اللي كانوا هما يعني كيوفروا يعني فاينانشالي ماليا كانوا كيوفروا العائلات ديالهم. هاد الاباء هادو في الحبس ما عندهم ما يديروا، يعني العائلات غير عايشين غير لا اله الا الله، بانهم هذه يعني واحد يعني كيكلفهم بزاف انهم يجيبوا وليداتهم باش يشوفوا المعتقلين نهار العيد. منين جاو ما خلاوهمش يزوروا. عياو ما كيعترضوا ما خلاوهمش، ما منعوا الزياره الغد ليه. الحل الوحيد اللي كان هو انه الدراري ولاو تيبكيو وباغي نشوفوا ولادنا، باغي نشوفوا والدينا، باغي نشوفوا باباواتنا بالبكا، باش فينالمون خلاهم يشوفوهم واحد المده زمنيه قصيره بزاف.
المستوى الثالث هي الإهانة، وإهانة المعتقلين ولي فامي ديالهم مني كيجيو يشوفوهم. يعني ولاو كيعطيوهم غير نهار واحد للزيارة، ولاو كيعاملوهم معاملة مهينة، لدرجة أنه وحدة من يعني المعتقلين راه تبارك الله راه رجال ماشي دراري صغار، يعني أمهاتهم غادي يكونوا يعني الحاجة خالتك تحشم منها كيف ما حنا مربين اننا كنحشموا من الناس اللي كبر منا. لا، هاد المراه هادي كلات العصا على ود ولدها، على ود ولدها، والتعاملات يا الفاعله يا التاركه غنديروا لك وغنفعلوا لك. الوقت ديال الزياره محسوب لهم بشويه، ممنوع انهم يقيسوا بعضهم، والعائلات كيتفتشوا، وكاينين الماكله اللي ما تقدرش ما بقاوش كيخلوها تدخل، يعني الماده اللي الماكله اللي غتكون هي صحيه، يعني الحليب والمشتقات ديالو تيتيغا، ولا حتى الحلوه ديال العيد ما خلاوهاش انها تمشي. المستوى الرابع ديال الاعتداءات هو الاعتداءات على السجناء مساكن. السجناء كي يعني تقول لهم الا بغيتي اننا ندخلوا عائلتك ولا بغيتي اننا نديرو خصك تعطينا الرشوه بالعلالي، تقولها لهم هكاك ابتزازات. التعذيب والضرب بحال احنا في العصور الوسطى، العصور الجاهليه، اللي احتج وطالب بالحق ديالو، اللي احتج وقال انا ما غاديش نعطي الرشوه، اللي احتج وقال علاش انتم كديروا لنا هكا، كياكل العصا وكيتهان بواحد الطريقه اللي هي ما تخيلوهاش. نوع الماكله اللي كيعطيوهم يعني كل يعني الماكله ديال ربي كلها مزيانه الحمد لله، ولكن الماكله اللي كيعطيوهم يعني الكاليتي ديالها يعني حيوانات ما ياكلوهاش، حيوانات ما ياكلوهاش هذيك الماكله اللي تعطيهم. هادشي يعني الحقيقه ديال الناس اللي كاينين في الحبس ديال بوركايز في فاس. الحاجه الثانيه اللي كنت باغيه نهضر عليها هي واحد الحادثه كانت وقعت نهار 24 في شهر اوت هذا اللي فات. باش غادي نبداو، يعني من نهار اللي طاح الماسك ولات هذه القضيه هذه قضيه معروفه عند الناس كاملين عالميا، حتى نقدر نقول انها ولات معروفه عالميا ان الناس كيتغتصبوا في سجون المغرب. يعني دابا ذكرناهم بالسميات وذكرنا المجرمين بالسميات ديالهم، ولينا كنطالبوا ان يكون هناك تحقيق. يعني من يوقع هذا الشيء من نهار واحد في رمضان تكتبات، يعني تكتبات في كل البلايص، ولات معروفه ووصلت المنظمات الحقوقيه كيف ما قلنا حنا شحال هادي. يعني كان واحد من بعد الاستاذ عبد الصمد الادريسي اللي هو واحد المحامي ديال دوك الربعه ديال السجناء اللي تغتصبوا. الاستاذ عبد الصمد طلب انه يشوف المحامين ديال الموكلين ديالو، مشى شافهم، يعني ماشي مشكل. عاودوا له شنو وقع، ناض هو خرج كتب واحد التقرير ديالو. التقرير ديالو هو اللي كان في البيان ديال منتدى الكرامه لحقوق الانسان اللي منه كنت كنقرا الاخبار في الفيديو اللي كنت قبل هادي. يعني مني دو مومون انه خرج هذاك التقرير، ولا يعني نائب وكيل العام ديال المكناس اللي هو سميتو اخ العرب، ولا من الواجب عليه قانونيا انه يحقق في هذه القضيه هذه، في هذه الواقعه، ويعرف اشنو وقع بالضبط لهذوك السجناء. عقلوا مزيان انه يعني الحادثه وقعت نهار واحد في نهار الاول في رمضان، وانه يعني وصلت الشكايه والمحضر وصل النائب وكيل الملك نهار 18 في الشهر. يعني عقلوا على هذه النقطه مزيان حتى غنرجعوا لها من بعد. نهار 23 نهار 24 سمحوا لي وقعت واحد الحادثه بالحبس ديال تولال. رجع الاستاذ عبد الصمد باش انه يشوف الموكلين ديالو. وقع مشاكل. تولال باش تعرفوه جا في واحد المنطقه اللي هي خاليه، ما فيها لا شجره لا جوج، لا منين تدرق على الشمس، لا منين ما عندكش فين دير، يعني انت جالس حتى يسمحوا لك انك تدخل. اعطى البطاقه ديالو والاذن من وكيل الملك، يعني نائب من وكيل الملك سمحوا لي لزياره السجناء، لانه بين قوسين غادي نفتح هذه القضيه باش نفهمكم واحد شويه شنو هو يعني كيفاش
كيقدر محامي انه يشوف الوكيل ديالو ولا الموكل ديالو في الحبس. خصو يتصل، خصو يكتب واحد الطلب اللي الوكيل العام الوكيل الملك انه باغي يشوف السجين فلان وفلان وفلان وفلان. الوغ وكيل الملك كيتصل واش بالحبس، يسولهم على وضعيه هاد السجناء، واش هاد السجناء هادو يعني محكومين حكم نهائي، يعني دازوا بالاستئناف، دازوا بالمحكمه وتحكموا، دازوا بالاستئناف وداكشي، ولا هاد السجناء هادو مازالين في التحقيق ومازالين في القضيه، يعني في طور التحقيق. يعني كل اذا كانت مازال في المحكمه الابتدائيه، يعني مازال ما تحكموش حكم نهائي، الوكيل الملك هو اللي كيعطي يعني هو اللي كيعطي الاذن المحامي باش انه يشوف الموكل ديالو. الا كانوا هما استأنفوا ومشاو للمحكمه العليا تيتيرا وصافي سالاو الاستئنافات ديالهم، يعني حكم نهائي، داك الساعات الوكيل العام هو اللي كيعطي التقرير. وشنو كيوقع؟ يعني مني كيتوصل بالطلب من عند المحامي، تيعيط للحبس في التليفون، تيعيط لهم في التليفون باش يسولهم يعني شنو هو الوضعيه، واش باش يعرفوا شكون اللي غادي يعطي الاذن.